معكم ايوب قريطة، ممثل مغربي لاعب في ليلي طويل. كيفاش جاك الدور ديال ياسر فاش قريتي السيناريو لاول مره؟ اولا حيت كاين على اكعبون، وحيت كاينه كونيكسيون ميديا، وحيت كاينه دوزيام كما تنخدم معاهم كنكونوا تنديروا شي حاجه مزيانه. ولكن الا هضرنا على السيناريو غادي نهضر على العقده ديال التخلي اللي عندي ياسر. واش الشخصيه ديال ياسر قريبه ليك؟ الشخصيه ديال ياسر بعيده عليا، ولكن كنتقاسم معاه انا شويه هاد العقده ديال التخلي. انا كنخاف الناس تمشي وتخليني. ما وصف لينا اللوك ديال ياسر. اللوك ديال ياسر ماشي هو داك. كنا خدمنا بواحد اللوك واحد اخر، درنا به الفيشينغ وتصورنا وداك الشيء، ولكن من بعد المخرج على اكعبون والبروديكتور هما اللي اقترحوا عليا هذاك الشكل، وكانوا وراوني شي تصاور ووقع نقاش، وكان خصني قلت لهم انا نخليو القادومه، وما قالوا لي لا. المهم في الاخر استقرينا على هذاك الشكل الجميل. واش كنتي مشاغب في الكواليس؟ لا، في هذا البروجي هذا كنت مكونسونطري بزاف، وكان خاصني شي ان نتنفس نوعا ما. وعاد الحاجه اخرى، هي ملي تكون مرتاح في شي بلاطو كيخرج لك داك الطفل اللي فيك، فهمتي؟ ما كتبقاش ما نسميوهاش ما كتبقاش محترف زعما بروفيسيونيل، ولكن بالعكس كتولي بحال هكا جالس في داركم مع امك وباك وخوتك وداك الشيء. دونك ضروري كان خاصني نغني، نضحك، نتفلى على هذا، ولكن كانت كتكون في مده وجيزه، لان علاء كان تيقول لي اجمع راسك، بقى مكونسونطري على الخدمه. واش الناس غادي تكره الدور ديال ياسر؟ تيبقى ياسر صراحه هو من اكثر الشخصيات الشريره واقيلا اللي لعبت، واكثر من هذا الشرير. هذا الفرق ما بينه وبين مثلا حميد ديال المكتوب اولا ولد البشير، هو انه عارف راسو شنو تيدير، وعارف راسو بانه هذاك الشيء عنده ليه دي غازون علاش هو تيدير داك الشيء. هو واعي جدا بانه هذاك الشيء ما تيدارش اخلاقيا ولا ما نعرف شنو، ولكن هو تيديرو لانه عنده واحد الاسباب من غادي يقولهم للجمهور، بحال الاشرار ديال لي مونغا، فاش كيعطيك لا غيزون ديال علاش هو داير هكاك، كتلقى بانه عنده الحق. وهذا هو الخطر في ياسين. انا تنظن بان الناس عاده يزيدوا يتاكدوا بانني ممثل واعر. كيفاش وجدتي شخصيه ياسر؟ قرايتي هي التمثيل، دونك عندنا واحد الميكانيزمات تنخدموا بهم، قريناهم عشناهم. دوزت 5 سنين في المعهد. هاد الشخصيات اللي كيشوفوا الناس في واحد 7 المسلسلات ولا 8 المسلسلات اللي درت، راه نقدر نقول لك درنا شي 100 شخصيه في حنا تنقراو. دونك عندنا هاد الميكانيزمات ديال الدفاع والميكانيزمات ديال كيفاش ندخلوا ونخرجوا من هاد الشخصيه. دونك وجدت ليها كيف ما كنوجد ديما، كتقرا مزيان التكست ديالك، كتخدم مع المخرج ديالك، كدير لي بريباراسيون ديالك من قبل، كتسمع الاراء، كتمشي كتقلب، كتمشي كتبحث، كتقلب سورتو في البسيشيك ديال الشخصيه، لانه هو اللي تيعاون باش يعطيك اللعب. كيفاش كنخرج من داكشي؟ دابا وقيلا ولا عندي داكشي عادي، ولا فهمتي، كتخرج من الشخصيه صافي، كتنسى، كتمشي كتفرج في حوايج اخرى، كتمشي للحمام، كتغسل راسك وعينيك ودماغك، وداكشي كيمشي. واش ياسر بحال لي زالغوريثم ديال وسائل التواصل؟ كنا هضرنا على هاد اللعيبه. هو عنده واحد عنده بوفوار على الناس، كيعرف شنو الضعف ديالهم، لانه هو عاش واحد الضعف اللي خلاه ما باغيش يكون ضعيف. دونك الضعف ديال الناس كيقراه وتيلعب عليه وتيخليهم كيف ما قلتي سوا يطلعك سوا يهبطك. شنو كيعجبك تاكل في رمضان؟ بطاطا. شنو هو الطبق المفضل عندك في رمضان؟ ماشي بلا، ولكن تعجبني لا سوب شينواز، كروفيت كالمار. الحريره ولا شوربه صينيه؟ شوب شينواز. تفيق بكري ولا تسهر بالليل؟ كيعجبني نسهر بالليل. نقدر نفيق بكري ولا ما نفيقش، ولكن نسهر بالليل. عمرك جربتي التصوير في رمضان؟ جربته. ما صراحه انا كيجيني الشهر ديال رمضان ما خصنا نديرو فيه حتى حاجه. هذاك الشهر، هذاك الموال اللي كياخذوا كاع الناس ديال الكونجي خصهم ياخذوه في رمضان، حيت ما فهمتي ما الناس ما عرفتش كدابز بحال الصباح جاي في الطريق، الناس
ما كتهضرش، كل شيء زربان. يلا بدينا، يلا بدرنا، ما زربانه في الطريق كتكلاكسوني. اللي غادي راكب مع شي حد ما تيهضرش، بنادم عاقدهم هنا. علاش؟ الوغ علاش الناس خصها تتفرج في ليلي طويل؟ حيت هو واحد المسلسل كيهضر على واحد الموضوع اللي موضوع ديال لاكتواليتي. تنهضروا على لي زانفلونسور، لي ريزو سوسيو، شنو هما الحوايج اللي تيكونوا مورا هادشي، شنو هما الناس شنو باغا من هادشي. والحاجه اللي بغيتها انا علاش الناس باش تعرف بان هذا العالم راه ماشي ديما زوين، لان وليت كنشوف مؤخرا بزاف ديال الاطفال كتلقاه غدا متبعاه شاد له باه التليفون وداير به محتوى وداكشي مزيان. الطفل سبيسيال عنده شي حاجه اللي كتخليه ان الرفاق ديالو من الاطفال والناس تشوفه. ولكن الا كان هذا الولد سبيسيال ديه لدار الشباب، ديه لدار الثقافه، لعبوا كره، بعدوا على هادشي، خليه يعيش طفولته نورمال. واخا هادشي كاين في هذا العصر، بغينا الناس تعرف ما خفي اعظم في هادشي. وشكرا.